ضيف النهارده حد ناجح جدا في النتورك ماركتنج، عنده التيم بتاعه هو تايكونز، في نفس الوقت هو من توب تير اي بيز على مستوى مصر والشرق الاوسط. دكتور محمد رفاعي. دكتور محمد، ازيك؟ عامل ايه؟ اسامه، ازيك؟ صحتك عامله الاخبار؟ ايه؟ الحمد لله زي الفل. مبسوط ان انا شفتك النهارده. انا كمان والله اكتر. بص، انت ما شاء الله عليك، دخلت من كارير صيدله لكارير نتورك ماركتنج لكارير التداول، دخلت الخلاط ده كله في بعضه. عايز اعرف بقى انت بدأت ازاي، او الخطوات دي جت معاك ازاي؟ اوكي طيب، بص، هي البدايه خالص انا يعني اتخرجت من كليه صيدله زي كل الشباب. يعني لما تتخرج من الكليه بتبدا تشوف ايه الحاجات انت المفروض هتعملها او ايه الشغل اللي انت المفروض تشتغله زي بقيه الناس، فما مم. بين بقى اوبشنز الصيدليات والسفر وحاجات كتير. فليه واحد من اصدقائي قال لي محمد تعالى عايزين نسمع فكره بزنس، فقلت له طب جميل ماشي. انا طبعا في مم. الوقت ده مش فاهم يعني ايه بزنس، انت راجل متخرج لسه بتشوف وظيفه، بتجيب السي في، بتروح شركات. فقمنا مم. رحنا قعدنا الميتنج ده اللي هي القعده اللي انت عارفها دي اللي ايوه، يا هي الدوائر لا يعني. فيش حد في مصر ما عادهاش دي. اه. فرحت قعدت مع حد لقيته بيشرح فكره النتورك ماركتنج وازاي ان انت تبدا تعمل بزنس ويبقى عندك تيم وفريق. طبعا يعني بغض النظر عن الفكره بقى حلوه وحشه هنتكلم فيها كمان شويه، مم. بس الفكره نفسها شدتني. ان انت وانت في سن صغير لسه متخرج، كل الناس المفروض ان هي بتعمل شغل عن طريق ان هو يبقى موظف او ان هو يفتح مشروع صغير. مم. لو معاه راس مال اصلا تبدا ان انت تعمل او تخوض تجربه البيزنس دي وانت ما عندكش المقومات دي مم. بارقام بسيطه. فده اللي شدني في الموضوع، خاصه ان الشخص اللي كان قاعد بيشرح لي الفكره هو مم. كان نفس سني. بس انا اعجبت بيه، اعجبت بطريقته، بيتكلم بشكل منمق بشكل كويس. في الوقت ده اللي انت بتشوف الشباب في السن ده بيكونوا متخبطين في الكلام، بيروحوا الانترفيوهات يترفضوا عشان ما يعرفوش يتكلموا، بيتهتهوا. ده كان مم. قاعد بيتكلم بمنتهى الثقه وهو كان اصغر مني كمان. يعني كان لسه، انا كنت مخلص كليه وهو كان لسه ستيل في الكليه. مم. فالموضوع عجبني من انه ازاي البيزنس ده خلى الشاب ده يبقى كده. فبدات من هنا الرحله بتاعت النتورك ماركتنج. مم. وهي فيها جواها بعد كام سنه الحمد لله ما ربنا وفقني فيها. بدات ان انا اعرف موضوع الفوركس او التداول عن طريق البيزنس ده نفسه. انه مم. وانا كنت في نتورك ماركتنج بدات اشتغل فيه مع الافيليشن سيستم. كان في شركه اشتغلت فيها كان ليها بتدمج ما بين النتورك ماركتنج والافيليشن سيستم. ومنها لقيت حد من الليدرز اللي بيشتغلوا معايا بيقول لي ما تيجي نستثمر ارباحنا من البيزنس ده في الفوركس. دي كانت البدايه خالص. فانا طبعا ما كنتش عارف اي حاجه تماما عن الفوركس. فقلت له مم. طب هو يعني ايه فوركس، ايه ايه التداول ده عباره عن ايه، انا مش فاهم. فقال لي طب تعالى نقعد ميتنج واشرح لك وافهمك. فقال لي فعلا واحد صاحبه وشرح لنا موضوع الفوركس. من هنا بدأ بقى الايه، تقدر تقول الاهتمام، او كانت شرارة البداية. يعني اللي هو الموضوع عجبني جدا، فكرة ان مم. انت يبقى فيه سوق تدخله عن طريق شاشة سواء موبايل او لابتوب تعمل منها فلوس بالدولار. لا، في مقومات كتير في الموضوع حلو، وانا بطبعي بحب التجارب والحاجات الجديدة. فمن هنا بقى كانت الستارت يعني. يعني انت بدأتش كانفستور، انت بدأت من النتورك ماركتنج، دي كان سبب المعرفة. اه، ده كان سبب معرفة الموضوع اصلا، ان عن طريق حد من اللي شغالين معايا. ده من كام سنة؟ لا ده من كتير قوي، ده تقدر تقول من 2019 تقريبا. يا اه 2019. طب انت الحتة دي كانت لسه برضو التداول ما خدش ترند، بالظبط. بس كان لسه تحت بند الناس فاهمة، شايفاه وهم او شايفاه وحش او نصب. انت خدت الخطوة دي بناء على ان هو نتورك ماركتنج، ولا كبزنس، ولا انت شايف الموضوع كان ماشي ازاي ساعتها؟ بالظبط، انا عايز اقول لك ان ده كان اكتر تشالنج قابلني اصلا في الاول، لان مم. الموضوع قد ايه هو حلو قوي. بس لما انا بقى روحت وبدات اعمل السيرش بتاعي عن الموضوع، مم. لقيت ان الناس بتتكلم بشكل سلبي بشكل مش طبيعي يعني. مم. وقليل قوي اللي كان بيتكلم بشكل ايجابي. وناس كتير تقول لك ده وهم، ده مش حقيقي، ده انا خسرت فيه، ده انا مش عارف حصل لي ايه. مم. بس لما بدات ان انا افوكس اكتر في حته السيرشنج بتاعي على الارقام، لان مم. انا واحد من الناس اتعلمت دايما في التسويق لما تيجي تتكلم بحقيقة، تتكلم بارقام. لو انت عايز توصل لحقيقة، لو عايز يعني تفضل تايه افضل اسمع للناس، ده مم. بيقول ايه ده بيقول ايه. لكن دايما الارقام والحقيقة ما بتكذبش، بتقول لك كل حاجة. فلقيت ان في عدد كتير جدا من الناس حقق 1 مليون دولار مم. اند اباف واكتر من التداول. انت بتتكلم هنا في اللوكال ولا بره؟ لا بره طبعا، ما كانش لسه، ما كانش. بص 2019 دي انا ما اه. شفتش حد في مصر كان عامل فلوس من التداول، عشان بس نبقى صراحه مع بعض يعني. او مم. يمكن ده، يمكن انا سرشت كويس جدا وبحثت كتير ما مم. لقيتش. فهل بقى ده مثلا بسبب ان انا ما بحثتش اكتر؟ ممكن. مم. بس بشكل عام بعد البحث الطويل اللي انا عملته، لا ما لقيتش حد في مصر مسمع. في ناس كانت بتقول على حد ده شاطر في التداول، ده بيعمل ارباح، لكن تيجي تبص على اللايف ستايل بتاعته، تيجي تبص على شكل حياته، تيجي تبص على الاكونتس عنده على السوشيال ميديا، لا تحس انه شخص عادي مش مليونير ولا حاجه. مم. لما شفت بره بقى، لا لقيت ناس عامله فيديوز وسوشيال ميديا مم. وبيمتلكوا اشياء قيمتها تتخطى ملايين. مم. فهنا بتعرف انه لا، التداول ده مش وهم، ده بيزنس، ده حقيقه، ده حاجه مم. موجوده، ده حاجه فعلا الناس بتعمل منها فلوس.
وكتير مش قليل. مم. بس هو الطبيعي في الحياة ان الناس الاكتر في اي مجال هي اللي ما تتوفقش او هي اللي تخسر. بالظبط. يعني مثلا احنا لو هنقول كام واحد مثلا في اي شركة في نهاية السنة بيمشي او بيترفد او ما بيكملش او بيكمل عادي، وكم واحد بيترقى؟ اكيد الاغلبيه بتفشل. الاغلبيه ده بتفشل. سنه الحياه عموما. التميز قليل، يعني مم. قليل قوي اللي بيترقى او اللي بيكون في مكان افضل. مم. حتى نفس كمان اي بزنس، لو انت جيت مثلا اخترت مجال الكافيهات مثلا، من كام كافيه بيفتح في 2025 مثلا في 2026 في اي سنه، مم. تبص تلاقيه في نهايه السنه مكمل او موجود؟ قليل جدا. مم. من كل مثلا 100 كافيه تلاقي 10 20 اللي مكملين، اللي هم نفس النسبه. لا نسب اقل من كده كمان، ده التعبئه انا والاحصاء بيقولوا بقول ده 2%. اتليست في سنه، بعد سنتين ثلاثه بيقفلوا خالص. فبص مم. لا النهارده اللي كمل او اسم المطعم اللي انت فاكره المشهور اللي عدى عليك بقاله 3 4 سنين، هتفتكر 4 اسماء، مش هتفتكر 300 400 اسم، مم. برغم ان انت ممكن تكون شفتهم كلهم فتحوا قدامك او عدوا عليك. فهو دايما التميز بيكون قليل. فمش معنى ان الناس اللي دخلت مجال الكافيهات او مجال المطاعم او ايا كان المجال وخسر فيه او ما توفقش فيه مم. او ما اجتهدش بمعنى ادق فيه عشان يكسب، معناها ان المجال وحش او نصب او وهم. مم. لا، معناها ان المجال كويس، بس التميز دايما والنجاح بيحتاج مجهود، بيحتاج ايفورت، بيحتاج التزام. مم. ومش كل الناس عندها ده. مش كل الناس بطبيعتها ملتزمه، مش كل الناس بطبيعتها بتبذل مجهود زياده، مش كل مم. الناس بطبيعتها بتعمل الماكس بتاعها. لا، معظم الناس تحب الراحه وتحب يعني ان هو واحده واحده ويأجل ويسوف. فبسبب كده هتلاقي ناس كتير جدا ما بتنجحش في المجال ده. مم. فده اللي انا وصلت له بعد السيرشنج بتاعي، فقلت لا الموضوع 100%، لا الموضوع حقيقي والموضوع فعلا قوي. مم. فمن هنا بقى كانت نقطة اللي انا الحمد لله احمد ربنا عليها، انه اختصرت لي وقت كتير جدا. مم. ايه هي بقى؟ ان انا ما بداتش زي بقيه الناس اجرب او اسمع على اليوتيوب حلقه هنا لحد هنا مش عارف ايه. لا، لان انا لما يمكن سمعت شويه، مش هقول لك لا، مم. لقيتها كلها حاجات قشور، انا برضو مش عارف اوصل للموضوع فين، وشهور كتير بسيرش. وهنا كانت النقطة الحاسمة، ان انا الحمد لله من بدايتي بدأت في واحدة من اكبر الاكاديميات التعليمية في مجال التداول على مستوى العالم. مم. كانت منتشرة في اكتر من حوالي 17 دولة، كان عندها ملايين العملاء بيتعلموا منها، مم. ايفنتس في كل حتة. فهنا بدأت اشوف لا هو ده المكان الصح. انا لو عايز ابدأ الموضوع ده وانجح فيه وما اخسرش فيه كتير، لان كده كده اكيد انا هخسر فيه، ده طبيعي، اي حد بيبدا اي شيء جديد لازم بياخد كام خبطه كده في الاول، فده مم. نورمال. بس عشان الموضوع ما يطولش معايا زي الناس اللي انا سمعت عنها وشفتها في السيرشنج بتاعي، مم. ادخل لازم اختار مكان يعلمني صح، يعلمني كويس، ابدا منه بدايه صح، فاقدر اختصر مسافات شويه. المسافه بتاعه الخساره اللي في الاول دي، او المسافه بتاعه الناس اللي ما بتتوفقش في الاول، وابدا ان انا على معرفه صحيحه. فاكيد ده هيوديني لامثله ناجحه، خاصه ان كان المكان ده فيه امثله كتير جدا عامله فلوس كتير من التداول، مم. بس طبعا برضو بره بره مصر. مصر. مم. فهنا قلت لا خلاص، يبقى انا ممكن تبقى دي الستارتنج بتاعتي هنا في مصر. والحمد لله بدات في الموضوع من هنا، وبدات اتعلمت في الاكاديمي، وبدات ان انا اشتغل على الماتيريال اللي قدامي كويس جدا. مم. وكان فيها بصراحه خدمات حلوه، يعني كان فيها خدمات ليها علاقه بان انت في تحليل سوق لايف معاك كل يوم، غير الكورسز، غير التريدز اللي بتاخدها وتجرب بيها. لا، فالموضوع لقيته بيعلمك كويس. والحمد لله في وقت قليل قدرت ان انا اتعلم الموضوع، وربنا كرمني فيه الحمد لله. ربنا يكرمك يا رب. طب نقطة السمعة دي، ليه السمعة وحشة؟ أو زي ما أنت قلت مثلا ما شفتش حد عمل فلوس، أنت شايف ليه الموضوع ده؟ بص، خلينا نتفق على شيء مهم جدا، م. انه دايما الناس الناجحه قليله، والناس اللي مش ناجحه اكتر. م. اوكي، فانت المشكله النهارده لما بيجي حد بيبدا في المجال، للاسف 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 طريقه التسويق للمجال ده هي اللي بتحط حاجه اسمها الاكسبكتيشن او التوقع، اللي بناء عليه الناس بتحكم يا م. صح يا غلط. يعني فهمت. بمعنى انا لو جيت واحد النهارده قال لك انت هتبدا بكره تفتح مطعم، بعد 3 ايام تبقى مليونير، انت هتروح اوريدي بالفعل تجيب فلوس باي طريقه إن كانت. اوكي، م. تاخد بقى كارد، تبيع حاجه، تطلع كل المدخرات بتاعتك وريفر، م. وتروح تفتح المطعم. طب بعد ما فتحت المطعم، عدى 3 ايام، عدى اسبوع، عدى شهر، م. عدى 6 شهور، انت ستيل عمال بتصرف على المطعم عشان المطعم يشتغل، م. وما جابلكش اي حاجه. فهنا انت هتقول ايه؟ أكيد مشروع فاشل. ده سمعة المطاعم دي، ده بيزنس وحش جدا، ده م. بيزنس سيء، ده بيضحكوا على الناس. ليه؟ لانه انت التوقعات من الاول اتحطت لك غلط. م. فاهم؟ فبناء عليه بيبدأ هنا الناس تحس بانه مش ده اللي اتقال في الاول، او مش ده الصح، ده الموضوع ده اي كلام. فللاسف للاسف 90% او 5% من اللي بيسوقوا الموضوع التداول
او اللي بيعرفوا الناس عليه ان انت شخص عادي مش عارفه، فجأة جالك عن طريق ما، عن طريق سوشيال ميديا، عن طريق حد، بيجيلك بطريقة فيها اكسبكتيشنز عالية قوي عن الواقع. بتجيلك بطريقه ان انت هتعمل ارباح من اول يوم، هتجيلك ان انت تبقى مليونير بكره الصبح. ما بيتقالش الموضوع بيحتاج تعليم، بيحتاج فتره صبر في الاول. ما بيتقالش ان الموضوع في الاساس هو استثمار، انفستمنت. لو انت هتعمله بفلوس مدخرات اوكي، لكن لو بفلوس انت محتاجه ما ينفعش تبدا فيه. ده استثمار. يعني اللي بيستثمر ده بيكون فلوس زائده عن احتياجه، بتكون مثلا فلوس هو عاينها لاي ظرف ما، حاجه مش محتاجها بشكل ايوه ايوه يومي، فهمت. فبيبدا يستثمرها في تعمل ارباح. لان بيبقى عنده صبر وهدوء، مش بيبقى مستعجل. فما بيتقالوش الكلام ده في الاول، ما بتقولش بس ان هي رحله محتاجه تعليم. انت هتجرب مره واثنين وثلاثه اربعه وخمسه، وممكن تخسر 1000 واثنين وثلاثه اربعه وخمسه، بس الخسائر دي هتبقى هي التعليم اللي انت بسببه قدام هتعمل اكتر بكتير. ده كله ما بيتقالش فين؟ في الاول. فده اكيد. طبعا اللي بيخلي ان 99% من الناس بتدخل المجال ده على كلام مش صح، او على توقعات اه. توقعات مش صح. فبعد كده بيحصل ايه؟ للاسف الايه، الخسائر. فتبدا الناس تقول لك ايه؟ ده نصب، ده مش عارف ايه، ده وحش، ده وهم، ده وهو اصلا مش كده. هو مم. حقيقي، بس هو ما تقلوش في الاول ايه اللي هيحصل معاك في بدايه، او الفتره اللي محتاجها في الاول انه يتعلمها، مم. فبالتالي بتأدي في الاخر لايه؟ للكلام ده. لكن وللاسف احنا، انت عارف يعني في الوطن العربي ما شاء الله الناس في الحته دي ما سفاحين يعني. توصوش اه. اه انت فاهم يعني. انت تلاقي ايوه النهارده مثلا لو في ده، يعني انا كنت مره ماشي في الشارع لقيت واحد مسمي اديبس، موت ضحك يعني. حتى اديداس بيتضرب باديبس، انت ايوه. فاهم؟ قال يعني الناس مش تاخد بالها. ايوه فيعني الناس دايما بتحاول تعمل حاجات بتتفنن ما شاء الله في العرب ان في هم التقليد. ازاي يخدعوا، او ازاي ان هم يقلد بشكل عشوائي ومش مدروس عشان خاطر يعمل مبيعات. مم. فللاسف السياسه دي منتشره عند ناس كتير جدا جدا. وهنا بتلاقي الصعوبه ان انت فعلا تلاقي المكان الكويس اللي يعلمك، او المكان اللي يسوق لك الموضوع صح فتبداه صح. ففعلا في ناس كتير جدا للاسف بتخش في الموضوع ده، وده بينعكس خد بالك على السوشيال ميديا بشكل غلط مم. يعني. انا من فتره قريبه لقيت كذا حد بينزل ريلز، او بينزل كلام على السوشيال ميديا ان مثلا التداول ده شيء نصب. مم. وتبص تلاقي الانفلونسر ده حد مشهور، يعني ده حد معروف، المفروض ان هو ايوه ايوه فاهم هو بيقول ايه. عارف انت او قصدك حد اه. له مثلا سلسله مطاعم وشاطر وعامل سلسله مش عارف ايه، يعني حد بيفهم في رياده الاعمال. المفروض يعني. فالمفروض يعني، مم. فتلاقيه طالع بيقول لك الموضوع ده نصب، الموضوع ده اي كلام، الموضوع ده انت هتحط فلوس عشان تخسر فتجيب فلوس تانية فتخسر، تجيب فلوس تالتة فتخسر فتفلس، فعشان كده الموضوع نصب. مم. فاللي هو حتى الكلام تيجي تحلله او تسمعه تلاقيه مش راكب على بعضه. طب تساله طب انت جربت التداول؟ اه جربت. طب جربته ازاي؟ دخلت خدت صفقات مش عارف ايه. طب ثانيه واحده، انت اتعلمت؟ يعني تقدر تشرح لي ايه هو التداول؟ مم. تقدر تقول لي كده ايه البيزكس او اساسيات التداول؟ تقدر تفهمني ايه الحاجات؟ طيب الانواع التحليل؟ تقدر تفهمني حاجات جوه التريدنج اللي مش مم. عارف؟ طب انت بنيت الرأي ده بناء على ايه؟ لك ما انا جربت. اي ما تجربتك دي مش مقياس يعني. ما هو في حكم على نتيجة بس. بالظبط، ما تجربتك دي مش مقياس. مع مم. احترامي الكامل ليك يعني، المفروض انت از رائد اعمال او كراجل فاهم او مؤثر على السوشيال ميديا، المفروض انت بتيجي تتكلم عن حاجه تبقى دارسها وفاهمها وخدت فيها وقت كافي جدا عشان تكون رأي. لكن ما تبقاش انت جربت مره او اتنين، او بمعنى صح عايز تعمل ريتش اكتر او تعلى في المتابعات، فتلاقي الترند تداول او الترند اللي اه شغال اه تداول، فتروح تتكلم على التداول عشان يبقى ليك ايه؟ الناس تخش تقول ده مين اللي بيتكلم ده مين اللي بيقول على التداول وحش، ده مين اللي بيقول عليه نصب، او شفت مش عارف مين مشهور بيقول ايه. فتلاقي في مم. ناس كتير ايه طالعه بتتكلم في الحته دي. مم. فللاسف ده شيء بيحزن يعني. انت تلاقي بيزنس قوي وبره، يعني انت لما تشوف بره مصر يعني، او بره الوطن العربي، الموضوع مختلف تماما مم. تماما. يعني بتيجي تبص النهارده التداول في العالم مين اللي بيشتغل فيه؟ الإليت طبعا. الطبقه الاليت في العالم كله، مم. صناع المال، اكبر شركات بلاك روكيت الهيئه الفيدراليه نفسها بتاعت امريكا هي اساس التداول. انت مم. يعني انت مستوعب؟ هو آه، اقتصاد العالم أصلا كله تداول. اصلا انت متخيل النهارده لما اجي مثلا واحد يقول لي انت شغال مع مين في التداول ده، اقول له مع رئيس البنك الفيدرالي الامريكي، ومع رئيس البنك المركزي المصري، ومع رئيس البنك مش عارف. انت بتشتغل مع هيئات كبيره جدا جدا، مم. ومع الناس اللي بتوصل العالم دول المفروض اللي انت بتدير البيزنس بتاعك معاهم. مم. فتخيلت النهارده بره مصر ده الطبقه الاليت جدا، والناس اللي فاهمه، محللين اقتصاديين الشاطرين، ده التداول. مم. تخيل هنا بقى الموضوع. لا هو حكم عليه زي عارف انت اللي هو حرام. طب حرام ليه؟ ما عشان ما بالظبط. اعرفش ايه. ده موضوع شائك تاني برضو الناس تقعد تتكلم فيه. طب الموضوع اصله حرام اصل عشان في رفعه ماليه، والرفعه دي زي القرض مش عارف ايه. لكن لو جيت بحثت في الموضوع هتلاقي الرفعه دي مش ربويه، ما فيهاش قرض اصلا. ده بالظبط. حاجه بتساعدك ان انت كفرد تخش سوق المال، لان اصلا الموضوع مش للافراد.
موضوع الهيئات الكبيره، للبنوك المركزيه، للمحافظ الاستثماريه. فدي حاجه بتساعد يدخل بدون اي فوائد، بدون اي ربا، بدون كل المحاذير اللي ممكن تخلي الموضوع ضد الشريعه. حتى الحسابات اللي بتعمل بتبقى اسمها حسابات اسلاميه، مم. عشان برضو تبقى تاكيد مليار في الميه ان اي عوامل ممكن تخلي معاملات جوه الفوركس حرام فتبقى حلال. ده برضو موضوع تاني شائك. اتيتيود ده سلوك ده سلوك بحت. بشكل عام يعني. ناس مم. كتير للاسف بتعمل كده، وهو ده اللي بيخلي ناس كتير للاسف تشوف التداول حاجه مش كويسه. برضو من الحاجات اللي ممكن تخلي السوق وحشه، واللي انا شفتها بعيني انا مم. على مدار 6 سنين كاملين، عايز اقول لك بتعلم التداول جوه الاكاديميه. الحمد لله في اخر سنه، مم. السنه اللي فاتت دي، مم. انا بقيت اوفيشال اديوكيتور جوه الاكاديميه الحمد لله. يعني دخلت بسلسله امتحانات واختبارات كتير جدا، مم. واكونتس وحسابات وكل الكلام ده، والحمد لله بعدها جيت ابروفد ان انا ابقى اديوكيتور في الاكاديميه. كويس. طب نيجي بقى السؤال النهارده، في كام اكاديميه بدات في مصر بعد ما احنا بدانا نعمل لونشنج يوه. للتداول في 2020؟ ده كتير يعني جدا. يمكن انت كنت واحد من الناس اللي حاضره معانا الموضوع ده وبدات معانا في انا فاكر. الاكاديمي، مم. وشفت قد ايه حجم الانتشار اللي احنا عملناه الحمد لله. يعني مم. دايما انا مش بقول ده غرور، بس انا بقول كتداول قبلنا احنا حاجه في الوطن العربي، وبعدين احنا حاجه تانية خالص. احنا الحمد لله لينا الفضل، فضل كبير جدا، ومش غرور، ده بارقام. مم. الاف اليوزرز اللي دخلوا الاكاديميه وتعلموا وغيروا حياتهم في الوطن العربي كله، مش بس في مصر، كان بسببنا احنا. فالسؤال بقى النهارده، كام واحد طلع بعد سنة واحدة من بدايتنا عمل أكاديمية؟ يا نهار أبيض، ما تعدش بسبب موضوع الطمع. اللي هو طب انا ليه ابدا ان انا اتعلم هنا واسوق لمكان محترم بيعلم، لما ممكن انا اروح اعمل حاجه شبه اديبس زي اديداس كده، وابدا اقول ان انا كمان بعلم واقدم اي محتوى في اي محتوى واجيب عملاء، والموضوع ترند بقى وكله فاهم بيسجل في كله، محدش واخد باله. مم. فبرضه دي من ضمن الحاجات اللي عملت سمعه وحشه، انه مش اي حد النهارده ينفع يبقى خبير بيعلم الناس. مش مظبوط. اي حد النهارده متعلم 6 شهور او سنه ينفع يعلم الناس. مم. مش اي حد النهارده من مدرسه 7000 سنه حضاره وماشي باستراتيجيه واحده من 100 سنه ما بتكسبش حد ايوه. ينفع يقول انا بعلم الناس. يعني مم. لازم يكون في كرايتيريا، لازم يكون في خبره، اكسبيرينس، براكتس، انت عملته ممارسه، مم. عدد سنين، مريت بكل احوال السوق، شفت الانتخابات بتعمل ايه في السوق بتاعت امريكا اللي كل 4 سنين، فاهم؟ مم. شفت الاحداث الاقتصاديه اللي بتاعت كل سنه، شفت احداث كتير بتحصل حواليك جيوسياسيه وحربيه، شفت مم. الشرطات بتاعت السوق نفسه، كون انت مريت عليها كتير وشفتها بدل السنه واثنين وثلاثه، وشوف فهمت السلوك السعري والبرايس اكشن ومدارس واستراتيجيات. يعني لو قعدنا نتكلم من الصبح مش هنخلص. هنتكلم كتير طبعا. فمواصفات ان انت تبقى اديوكيتور او خبير، مم. ده ما ينفعش يبقى مع اي حد. شوف انت بقى النهارده كام واحد طلع عمل اكاديميه من سنه 2020 لحد النهارده؟ مم. مئات، والله مئات. هما كتير فعلا، مش في تخيل، اسامي مئات. انتشرت بسرعه البرق وهي مش محدش وتبص على الناس يعرفه دي مصر. اصلا محدش يعرفهم ومش محل ثقه، مم. وما ينفعش انهم يعملوا ده. مم. فلو هتسالني، جزء كبير من السمعه الوحشه بسبب بعض من الاشخاص اللي عملوا حاجات شبه كده، او التسويق بشكل مش صح، او اللي فيه غرر اكتر، او يعني اللي انا حكيته لك ده كله يعني. طب ما تيجي نمسك حته التسويق دي، ليه ما تقولش ان الانتشار في الغلط جه برضو بسبب ميكس التسويق مثلا مع التداول؟ يعني ليه اصلا الميكس ده؟ يعني اوكي. تعال نتكلم في النتورك ماركتنج كنوع من التسويق، والتسويق عامه اللي هو يعتبر عامل عوامل كتير قوي غلط، ومسبب برضو حاجات غلط قبل النتورك ماركتنج ما ينتشر زي ما انت قلت ويكون في ترند على الموضوع. اوكي. قبلها صح. على طول كان في ايه؟ التسويق نفسه في الحته دي برضو كان غلط. فليه الميكس؟ ايه اللي جمع ده؟ زمان كان بتوع التداول هم بتوع رجال الاعمال، الناس الطبقه مظبوط. المخمليه زي ما بيقولوا، الناس اللي معاها فلوس كتير قوي. بعد كده بقت تلاقي حد ب $50 $100، ما هي دي بسبب برضو نقطه التسويق. مظبوط. فليه الميكس ده؟ وليه التسويق التسويق كنتورك ماركتنج دخل في النص؟ انت شايف انه ممكن نقله للصح ولا للغلط؟ وليه؟ يعني اشرح لي الحته دي. بص، انا هديك مثال بسيط جدا يعني هيبين لك اول الحته دي. انت النهارده لما بتروح اي جيم كويس م. وتلاقي نفسك الكابتن اللي فيه دربك حلو وعملت فورمه كويسه والجيم نفسه حلو، انت بتقعد تقول ايه للناس اوتوماتيك لوحدك؟ الراجل ده جامد. لما حد يقول لك ايه الحلاوه دي، ما شاء الله شكلك بقى احلى، تقول له بالظبط، ده انا النتيجة. بتمرن في الجيم الفلاني، طب ما تيجي معايا ده جامد جدا، وتبدا تعمل له حاجه اسمها وورد اوف ماوس او دعايه شفهيه. م. احنا دايما دي طبيعه بشريه، اقدم مرحله تسويق في العالم. م. ان الوورد اوف ماوس، ان شخص بيحب حاجه بيطلع يتكلم عنها للناس، لان هو بيبقى حاسس بفخر انه عمل حاجه حلوه او اختار شيء كويس. وبالذات لو الناس سالته، فكمان احساسه بيزيد اكتر، فبيبدا يحب انه يتكلم ان هو
بكل ثقه اختار الحاجه دي او عمل الحاجه دي او مشي في الطريق ده، فيبدا يقول للناس عليه. فالفكره التسويق الشبكي هي فكره مش وحشه، او نتورك ماركتنج بشكل عام فكره مش وحشه، لان انا قلت لك في البدايه هي فكرتها كويسه. وانا واحد من الناس فرحت اكتر لما ارتبطت بالتداول. بالعكس بقى ليه؟ لانه طالما انت بتقدم شيء ذو فاليو او شيء فعلا قوي او شيء فعلا بيضيف قيمه للناس مقابل سعر، ده معناها انه الشيء ده سهل جدا ان هو ينتشر، وان الشيء ده فيه زي ما نقول فايده للناس اللي هتستفيد بيه. فهنا معناها ان الموضوع التسويق يبقى حلو ولا وحش؟ يبقى حلو. زي انت بتسوق للجيم بتاعك، يبقى حلو ولا وحش؟ حلو، انك هتفيد الناس. هل انت بالظبط. بتقول لهم على حاجه غلط؟ هل انت لا. بتقول لهم على حاجه مش هيستفيدوا منها؟ هل بتقول لهم على حاجه قيمتها مش مقابل فلوسها؟ لا. الجيم فعلا قوي، الكوتشز فيه كويسين، فعلا فاهمين بيقولوا ايه، اللي هيروح هيطلع عامل فورمه لو استمر، لو استمر، لو التزم من ناحيته. لكن لما كان كويس، ده اللي بيحصل في النتورك ماركتنج، ان انت بتسوق لحاجه هي فعلا كويسه. زي ما قلت لك، للاسف بعض من الناس بيحصل معاه مشكلتين. اول مشكله ان هو بيكون مش كواليفايد انه يروح يعمل شركه او اكاديميه او حاجه ويبدا يسوق للناس عشان يستفيد، او يعمل حاجه فور فري. يقول لك مثلا اعمل حاجه ببلاش ومش هتحتاج تدفع فلوس، برغم ان انا ضد مبدا ان مفيش حاجه في الحياه ببلاش. ده مش حقيقي. انت فاهم يعني؟ انا ممكن اديك بنفيتس فور فري، ممكن مثلا اديك شويه سيرفيسز من اللي عندي او حاجات بسيطه فور فري ان انت تستفيد بيها. زي مثلا الزوم بيديك اكسس فور فري بس ل 30 دقيقه، وما ينفعش يبقى عدد كبير، ومش انت بقى عايز فيتشرز اكتر اشتري. ممكن اديك اكسس على زي 100 ابلكيشن بنفس الفكره، هديك فري 3 4 ايام تجرب، هديك فري بعض الفيتشرز تجرب، عجبك تبدا تاخد ايه الباكج بقى اللي بفلوس، لان هي دي اللي فيها الاستفاده الاكبر. لكن لما انا اجي النهارده اقول لك حاجه فور فري ومعلمكش، انا بس هديك بعض الفيتشرز اللي تخليك تعرف ان انت تتداول، اوكي، سواء بقى تكسب او تخسر ما يهمنيش، عشان انا احصل على استفاده اخرى. اوكي، في ناس بتعمل كده، ده بيبقى حقيقي. هدفها ايه استفادتها، كل واحد بقى له مصلحته الشخصيه بالطريقه اللي هو شايفها، بالشكل اللي عامل بيه الشركه بتاعته، فاهم؟ فبيبقى في مصالح شخصيه من ورا فكره ان الشخص يتداول. لكن هل هو بيقدم سيرفيس للشخص ده حقيقيه؟ هل هو بيقدم له تعليم حقيقي؟ هل بيخلي الشخص ده بعد 6 شهور او سنه يقدر باللي اتعلمه جوه المكان ده يشتغل تداول لوحده؟ الاجابه بتبقى لا. طب امال ده سلوك نتورك ماركتير معينين، ولا انت شايف طبعا ان هم سلوك، ولا هي الفكره عامه اللي لا، هي ده منبوذه سلوك، مثلا ده في مصر؟ سلوك فردي لبعض الناس اللي هو الاغلب. مم. يعني ده سلوك فردي بس للاسف. المعظم للاسف مم. بيعمل كده. لانه مشكله النتورك ماركتنج، خد بالك ان هو كبزنس كبير ملوش هيئات رقابيه معينه. يعني ما تقدرش ان انت تقول ده هيئه تيجي تقول الشركه دي وحشه الشركه دي كويسه. انت ممكن تقوم بتسجيل الشركه في بعض المنظمات، لكن برضو ما هيش في الاخر دليل على حاجه، فاهمني؟ فده بيخلي للاسف الناس اي حد يقوم يروح يعمل ويب سايت ويعمل اكاديميه، خلاص بقت شركه، بقت اكاديميه، بقت حاجه منتشره. مم. فاهم قصدي؟ فللاسف ده اللي بيخلي ناس كتير ما تخلي سمعه المجال وحش او مش كويس. لكن انا بقول لك النهارده، هل في حد يقدر يقدم اكاديمي او شيء يعلم الناس ويديهم خدمات قويه تعلمهم المجال فعلا فور فري 100%؟ اقول لك لا. مم. انا ممكن اكون بقدم خدمات فور فري، خدمه او اتنين، شهر اتنين تلاته، لكن دايما عشان تتعلم لازم تنفست ان يور سيلف، تستثمر في نفسك. هو النهارده في ناس كتير بتتخرج من الكليات ليه؟ بيروح ياخد كورسات عشان ويطور يبقى نفسه. اقوى، مم. عشان يتطور افضل، عشان يبقى احسن، صح؟ وبعد كده بيروح يقدم على وظيفه او يشتغل، الدنيا دي فرقت جدا معاه. فنفس الفكره، انت عشان تتعلم شيء لازم تستثمر وتشوف اكاديميات قويه قدرت تطلع قصص نجاح. وخد بالك بقى، ده مربط الفرس. يعني لو انت كده نقدر نقول زي تشيك ليست او نصايح نقدمها للناس ازاي الناس تبدا تاخد خطوه في مجال التداول بشكل صح بدون ما يضحك عليها. رقم 1، اعرف ان المجال ده قبل اي اختيارات هيحتاج منك وقت وجهد وتعليم وفلوس. كويس؟ ولازم عشان تفهم ان المجال ده يوصلك لنتائج وارباح قويه، ما تسمعش لناس كتير. فاهم؟ دي اهم حاجه، خد بالك، لانه في ناس كتير جدا ممكن تكون مشاريع ناجحه في التداول وتريدرز اقوياء، ولكن زي ما بيقولوا كده ايه، بيتدفنوا قبل ما يبداوا بسبب انه سمع لحد. لانه دايما خد بالك تلاقي واحد يقول لك انا اتنصب عليا. طب تيجي تساله انت يعني ايه اتنصب عليك؟ اي واحد خسر فلوس البلد قال لك الله نصب. ينور عليك. وده مش في التداول بس، ده في حاجه في الدنيا، لك انا بكذا وخسرت فلوسي واتنصب عليا. ما هو لازم نفرق يا جماعه ما بين انا بدات في حاجه ما عملتش انا سيرش كويس
وما فهمتش ان هي فعلا قويه او لا، وذو مصداقيه وثقه او لا، وبالتالي فلوسي راحت مني بسبب الناس دي مش كويسه. دي نقطه. وفي فرق كامل خالص بين ان انا بدأت في حاجة قوية وفعالة ولها وجود ومصداقية وملموسة وكل حاجة، بس انا اللي ما بذلتش مجهود اكتر واستسهلت الامور، وبدأت ان انا امشي عكس اللي بيتقال لي بسبب ان انا مش عايز اتعب، مش عايز اجتهد، مش عايز امارس كتير، مش عايز اتعلم، مش عايز اخصص وقت، مش عايز وحط تحكيم، مش عايز دي 1000 كلمة. وفي الاخر ادت الى خسائر. فيبقى انا اتنصب عليا؟ لا، هو اتنصب عليك دي. جهل. الله ينور عليك، ده جهل. اتنصب عليا دي يعني انا بدأت في شيء وعملت مجهود وجالي استحقاق وما خدتوش، مم. فجأة لقيت المكان ده اختفى. عارف كده كده كأنك مثلا رحت اشتريت ارض وعملت عقود، فجأة تسلم الارض ما لقيتهاش، فقال لك دي مش بتاعت الناس اللي باعوها لك اصلا، دي بتاعت ناس تانية خالص. فهنا الشيء اللي انت اجتهدت عليه واشتغلت عليه اصلا هو في النهايه ما لقيتهوش. فهنا يبقى اتنصب عليك، انا معاك جدا. لكن ان انت تكون في مكان وما التزمتش او ما اجتهدتش او ما عملتش المجهود المطلوب منك فما وصلتش للنتيجه اللي انت عايزها، وانت اللي قصرت، فبدل ما تجيب العيب في نفسك تقوم تستسهل وتجيب العيب في الاخرين وتقول ده دور نصبوا الضحيه. عليا. مم. فخد بالك من دي نقطه مهمه جدا. فما تسمعش الناس كتير بتتكلم في موضوع النصب، لان بتبقى النقطه دي هي جايه من هنا اصلا. مم. فتكير دايما اعرف انه يقول لك طب ليه اللي بيخسر اكتر؟ ما ده طبيعه الحياه. اللي بيخسر في كل حته اكتر، بالظبط. في التداول وفي البيزنس وفي الرياضه. يعني هو كام واحد بياخد الكاس؟ هو فريق واحد، وفريق بيبقى الوصيف، ومثلا 18 20 فريق بيخسروا. ما دي طبيعه الحياه. كل حاجه في الدنيا اللي بيكسب قليل، اللي بيخسر اكتر. ليه؟ لان اللي بيلتزم قليل، اللي بيتعب قليل، اللي بيجتهد قليل، اللي بيستسهل واللي بيكبر دماغه واللي بيعمل حاجات بالفهلوه اكتر. فاهم؟ فهي بتبقى جايه من هنا. فدي تاني نقطه، ان الشخص لازم ياخد باله انه ما يسمعش كتير، امال يعمل ايه؟ يبص على الحقائق. يعني ايه الحقائق؟ يعني انا جاي النهارده عايز ابدا في مكان اتعلم فيه التداول. رقم واحد، مين المكان ده؟ سمعته ايه؟ يعني تاريخه ايه؟ يعني بقاله كام سنه؟ عامل ايفنتات في دول كتير ولا في مكان واحد بس او في دوله واحده؟ مطلع قصص نجاح ناس معروفه حققت واحد اتنين تلاته ولا لا؟ ده مقياس. هتقول لي طب ما في ناس كتير ساعات بتكون لسه عامله حاجات جديده او شركات جديده وبرضه بتكون كويسه وناجحه. هقول لك صح، ما هو نفس الفكره. الهيستوري بتاع الاشخاص اللي ورا المكان، يعني دي تدور على هي المكان يا الاشخاص اللي ورا المكان. زي مثلا النهارده ابو هشيمه مثلا، على سبيل الذكر مثال، نجيب ماشي. ساويرس، الناس المشهوره جدا ده في مصر بتعمل حاجه جديده. فسؤال، الحاجه الجديده دي ملهاش هيستوري اهو، مجال في الشركه، في مجال جديد مفيش هيستوري فيه، بس في بس سمعه. الناس اللي وراه ايه نظامهم؟ ايه سمعتهم؟ لا ناجحين، عملوا اكس وواي وزد قبل كده، ارقام، احصائيات، ارقام. بص دور على ارقام، محدش هيضحك عليك. ده حقيقي. الارقام، الناس اللي عامله دي عامله مبيعات قد ايه، عامله سيلز قد ايه، عامله قصص نجاح قد ايه، مطلعه ريفينيو قد ايه، اذا الناس دي ناجحه، ايقونه معروف. فلما تعمل شيء جديد اكيد هيبقى قوي، حتى لو الشيء ده لسه جديد ملوش هيستوري، يا اما يكون له هيستوري. فاهم؟ وتشوف قصص نجاحه او تاريخ نجاحه والامثله اللي طالعه منه. ده برضو من ضمن الحاجات اللي انت تبص عليها. برضو حاجه مهمه جدا، حته الريجوليشنز. ان انت لازم النهارده لما تيجي تبص على حاجه انت تبدا فيها، تشوف ايه الريجوليشنز اللي عليها، او زي ما بيقولوا التراخيص او بس ما فيش تقريبا في حاجه زي الاكاديميات دي ليها ترخيص. للاسف انا هنا بص، يعني في الحته دي بعتمد زي ما قلت لك بقى حته السمعه شويه، حته الهيستوري، مين اللي ورا الكيان ده، أو نجاحه ايه، قصه نجاحه ايه، عامل ايه، محقق ايه في كام سنه قبل كده، او المكان نفسه بقاله كام سنه ناجح، بيقدم ايه وفعلا فيه فاليو قويه. والريتنج بتاعه مش هقول لك يعني الريتنج بشكل 100%، لانه للاسف اللي بيدي ريتنج دايما مش هيئه معتمده، هو كاستمر سيرفيس، تجارب عملاء، هيئات بتبص على المؤشرات اللي حواليك، مواقع الكترونيه بتقيم بناء على برضه اراء عملاء. فمش هقدر اديك 100% حته الريفيوهات دي، لكن اقدر اقول لك بص على قصص نجاح، على الامثله الناجحه اللي في المكان، على حجم الانتشار، على الناس اللي فيه اللي اوريدي فاهمه. خش وجرب بنفسك. يعني انا دايما انصح الناس، يقول لي في اكاديمي كذا، اقول له حلو، خش اشترك شهر وجرب. بص عايز اسالك على حاجه مهمه جدا، وهي طب تعالى ندور جوه النتوركينج او التداول. ايه السلوكيات الغلط اللي المفروض حد بيبدا او ايا كان الشخص يتجنبها؟ اول حاجه، انا من وجهه نظري لما حد يجي يشرح لك اي حاجه سواء في نتوركينج او تداول، ككاستمر بقى او كعميل او كشخص عادي بشوف الموضوع لاول مره، لازم دايما احاول اركز على ايه اللي هيحصل معايا اول كام اسبوع. يعني انا لازم اسال السؤال ده، لانه للاسف في بعض الناس اللي بتيجي تسوق الموضوع سواء في التداول او النتوركينج او ان كان، بيجيب من الاخر.
يعني تلاقي يقول فتدخل له تلاقي ايه، فلوس. اه نوع عليك هتنجح وهتوصل، بص هتجيب الفيراري بكره. ايوه لكن ايوه. هو لازم الاول الشخص يركز انه ايه الخطوات اللي في البدايه، مم. وايه المتطلبات اللي انا هحتاجها. يعني لازم الاول السؤال ده يكون واضح جدا من الشخص اللي بيفكر يبدا في المجال. مم. انا مطلوب مني ايه عشان اوصل لايه؟ تمام. يعني انا عشان احقق اكس ايه اللي محتاج اعمله بالظبط؟ مم. فنظبط التوقعات، لان هي دي اهم نقطه اللي بيخلي ناس كتير ما توصلش اللي هم عايزينه، حته التوقعات، مم. وبيوقفوا من الاول. لانه للاسف زي ما قلت لك بعض كتير جدا من الناس، او كتير جدا من الناس اللي بيسوقوا في الموضوع سواء نتوركرز او تريدرز، بيسوقوا بطريقه فيها مبالغه عشم بقى. عنيفه. اه. مبالغه عنيفه لكل شيء بيحصل، وبذلك بيجيب الموضوع من الاخر. مم. فدي الغلطه اللي بتحصل، ان مم. هو بيبالغ جدا جدا في اللي بيقوله، وما بيوضحش كل حاجه من الاول، وما بيقولش كل العناصر من الاول. مم. يعني مثلا انا النهارده هبدا في حاجه، هتعلم مثلا في اكاديميه، مم. طب لازم انا ابقى فاهم انا هدفع فيها ايه. طب هل النهارده بيبقى اشتراكها كام؟ مم. طب هل النهارده ده طول الوقت ولا بعد فتره بيبقى فيه تجديد للاشتراك دوت؟ مم. طب الخدمات دي باخدها كامله ولا منفصله؟ طب باخد الخدمات دي كل واحده بسعر، ولا لازم اخد كله على بعضه از باكج؟ في لازم ابقى فاهم زي ما بنقول راسي من رجلي بلغتنا، يعني فاهم مم. فاهم ده، عارف انه جاي منين. ده اللي هيخلي اي شخص يبقى في البدايه واخد البدايه الصح. وطبعا مليار في المية ما تدورش ان انت تتعلم ببلاش، دي اهم نصيحة. مم. يعني اللي بيخلي الشخص، او اللي بيخلي الطمع من اخر يتمكن من الشخص ان هو يغلط ويخسر مم. في المجال ده، ان هو ما يدورش على المكان اللي فيه فلوس، يدور على المكان الفري. دي اللي بتخلي خد بالك الشخص يخسر، لانه كل مصر كلها بتحبه ببلاش. الله ينور عليك، لانه لازم انت تفهم مفيش معلومة قيمة عند حد هيديها لك ببلاش. مم. احنا حتى بنقول صناع المحتوى في السوشيال ميديا هما بيعملوا ايه؟ يعني بياخدوا فلوس كتير جدا مقابل المحتوى اللي بيقدموه، مش لا شيء. بيقول لك اقصد ليبسينج. المحتوى اللي اه. هو جه منين؟ من خبرة. مم. حصل خبرة معاهم في مواقف كتير جدا جدا على السوشيال ميديا وفي تنظيم الشغل بشكل عام. مم. فالخبرة دي بقى بيبيعها بفلوس، ما بيداش اه ببلاش. فهمتك انت فاهم انا الكواليتي. عايز اقوله؟ مم. اللي بيديه از كونتنت كريتور بيدي الكونتنت بفلوس. يعني انا اقعد معاك اقول لك اعمل ده ما تعملش ده، قول ده ما تقولش ده، مم. ابدا بكذا انهي بكذا، الكام جمله دول بفلوس. ايوه ايوه فهمت. فتخيل بقى انت بتتعلم بزنس مش عايز تدفع فيه، يعني بتتعلم مجال، فلازم يكون فيه فلوس، فاهم؟ مم. فلازم يكون فيه انفستمنت واستثمار ودفع واشتراكات، لازم تكون بتتعلم ليه، لانه ده اللي هيوديك للنجاح. مم. لكن للاسف بعض من الناس زي ما قلت لك بيدخل يتعلم شويه، بيحس انه كده فاهم كل حاجه، يطلع يعمل اكاديميات، يطلع يعمل ما هو بقى قول لي بقى صفحات. كسلوكيات بقى بيعمل ايه؟ يعني ايه إيه اللي بيخليه بي كاتيتيود يعمل؟ سيبك من الناس بقى، انا جيت طبعا لك انا مليون في ايدل المية. مثالي، انا راجل كلاينت مثالي. ايه اللي بيخليني اروح مثلا اقع مع ناس غلط؟ ايه اللي بيعملوه لي اخد بالي منه؟ اوكي، اول حاجه الطمع من ناحيتين. مم. الطمع من الشخص اللي عايز يطلع بره المنظومه اللي لسه ستيل بيتعلم فيها، مم. ويلم هو اشتراكات، او يلم هو ايا كان بقى طريقته اللي هيتعامل بيها، او ايا كان الحاجه اللي هو بيخطط لها، يعني ان هو يبقى هو المستفيد الاول والاخير. ودي مش الحته بتاعته. مم. هو لسه ستيل المفروض يكون شخص بيتعلم، ولسه ما وصلش للخبره الكافيه ان هو يعرف يعلم حد. مم. فبيبدا هنا من الطمع اللي بيشوفه من الفلوس الكتير اللي في الموضوع، انه يطلع عايز يعمل نفس الحاجه، بس الكواليتي بتكون فرق السما من الارض ده يعني. ربنا يعينه فاهم ده. بالظبط. ده شخص طماع، ده فاهم؟ هيتحبس مش هتبقى. ده مليون في المية، ده لازم والله، ده اه. شخص طماع، فاهم؟ اه. او شخص بيطلع يضحك على الناس بكلمة فري، عارف ان الناس دايما مش عايز تدفع، مم. وعارف ان الناس دايما بتبقى مش عايز تستثمر في نفسها وبتدور على اللي ببلاش. اوكي، فيطلع يستغل الاحتياج ده عند الناس، ويبدأ يتكلم ان كل حاجه مجانا، وكل حاجه فور فري، وكل حاجه مدى الحياه فور فري، ومش حتى مثلا يا باشا انا فري. اللي هديك فلوس التداول. بالظبط، مش اللي هو مثلا فري خدمه اه. او خدمتين او شهر او شهرين تجرب كده، تمام، كمل بقى ابدا اشترك واتعلم، لان مفيش شيء مجاني له قيمه، اللي قيمه له بالظبط. فلوس، فاهم؟ فممكن اديك سيرفيس فور فري ماشي، بس مش على طول، اديك فتره تجربه ترايل. مم. لكن ده كسلوك الشخص اللي هو بيطلع يحاول ان هو زي ما نقول ايه، يعني يوري الناس حاجه مش حقيقيه، او يحاول يستفيد من ايوه ايوه الناس، فاهم؟ مش فهمتك. هنقول بينصب، يعني بيطلع مم. بيعمل حاجه شبه كده. مم. اما الشخص التاني بقى اللي هو الكلاينت العادي، زي ما قلت لك، ما يبقاش همك على الحاجه انها تكون ببلاش، مم. ما يبقاش همك ان الحاجه تجيب لك فلوس من غير ما تستثمر فيها. لان في كونسبت كده في التسويق اسمه ايه، اسمه ار او اي، او في السيلز عامه. يعني ايه؟ بس. مم. يعني لازم يبقى في انفستمنت عشان في ريتيرن اوف انفستمنت، مم. ار او اي. فانا النهارده هيجي لي عائد ازاي وانا ما استثمرتش؟ مم. لازم الناس تبص للتداول مش بالشكل المشهور في الوطن العربي،
اللي هو ايه، حاجه عماله تجيب فلوس. مم. لا، لازم تبص للتداول انه بزنس. انا لو جاي اعمل بزنس في اي مجال، ايه رقم واحد بيحصل؟ مم. انفستمنت. في اي مجال في الدنيا، لو مادي بشوف المكان، بشتري المكان، بأجره، بعمل ديكورات، بجيب ستاف، بشوف انا هعمل ايه، مم. كله دفع مصاريف، مم. استثمار. بعد كده لما المكان يشتغل بيعمل ريتيرن. مم. فانا النهارده كشخص عايز اتعلم المجال ده، لازم ابص عليه انه ايه، استثمار، بزنس. مم. انا هستثمر فيه فلوس، وقت ومجهود، تعب. مش جيم اكيد. اه. فلوس، وقت، مجهود، تعب. مم. لا هو حظ بقى، ولا هو قمار، ولا هو الكلام الفاضي اللي بنسمعه ده، مم. ولا هو اي كلام، ولا هو اشتغالة، ولا الكلام ده. هو الموضوع استثمار. هتديله حقه، فلوس، وقت، مجهود، هيديك. مم. طب مش هتديله حقه، طب هتنقص حاجة، هينقص لك حاجة. مم. طب هتدي حاجتين وحاجة لأ، طب هتشيل حاجة. هو يعني اللي انت بتعمله هو هينعكس عليك. زي اي مجال في الدنيا، رحت النهارده جيم والتزمت بدايت، طب ما اديت الدايت نص كم، يعني مم. نص نص كده، الدايت نص نص، ايه اللي هيحصل؟ مش هعمل مش حاجه. هتوصل للفورمه اللي انت عايزها. اكيد طبعا. برضه هتلاقيك بتطلع شويه وتنزل في وزن شويه. مم. طب اديت 100% التزام، بعدت عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، وبقيت بتاكل ده بس، وبتوزن الاكل بتاعك ومش عارف ايه، وفيتامينز، وي 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 وي، هتوصل ديسيبلين، ما هي للديستنيشن بتاعتك. في الاصل في كل حاجه الديسيبلين. بالظبط. فهو اللي انا نفسي فيه ان الناس تصحح المفاهيم، مم. تبقى عارفه ان التداول هو بزنس، لازم اعامله معامله بزنس. مم. بس ايه الميزه اللي في التداول مم. اللي مش موجوده في اي حته تانية؟ ان انت تعرف تبدا هذا البزنس باقل راس مال ممكن. مم. دي اكبر ميزه انا بشوفها. سيبك بقى من لك اللي انت بيعمل شايف ايه فلوس. اقل راس مال؟ دايما زي اي مشروع، انا كصيدله عشان افتح صيدليه محتاج 3 4 مليون جنيه. مم. ده اسمه سمول بزنس. مم. فاهم؟ اقل راس مال، شوف انت يعني اوبر مثلا، مم. كمشروع صغير، واحد يشتري عربيه يشتغل عليها اوبر مثلا، تمشي مشروع، تدخل له في 700,000 مثلا عشان تمشي يجيب عربيه عدل حتى تعالى. مينيموم. فاهم؟ فانت بتتكلم بنتكلم في مينيموم 700 الف لحد 3 مليون، ده رينج المشاريع في بلدنا يعني. مم. فاهم؟ او في اي حته في العالم بما يعادلها بالدولار. برضه هتلاقي برضه اي اقل فرانشايز بره ب 100 200 الف دولار عشان تجيبه. فانت برضه هتلاقي في الغالب بنرجع لنفس الايه، الكوست. الفكره بقى ان التداول هو المجال الوحيد اللي بيتيح لك او بيفتح لك باب كده، اسمه باب تجربه البيزنس. مم. ابدا، هو نتورك ماركتنج نفس الفكره، باب تجربه البيزنس. مم. ابدا باقل كوست ممكنه موجوده معاك، اللي هي ممكن تكون تمن ايفون، تمن ساعه غاليه شويه، تمن حاجه كده يعني. مم. تبدا تعمل منها مشروع، تبدا تكون سبب في انها تكون مصدر دخل، ان انت يدخل لك منها فلوس. مم. يعني انا عندي عملاء في الاكاديمي بيعملوا $20 في اليوم و$30 في اليوم. بالنسبه للناس بتسمع كسمع عادي يعني، بس كرقم مصري لما تيجي تبص كده، $20 دي بتتكلم من 1000 جنيه في اليوم مم. او 1000 ونص. يعني ممكن يعملوا في 20 يوم 20 30 الف جنيه، وهو في الاصل ممكن يكون موظف بيقبض 4 5000 جنيه. مم. فبالنسبه له ده رقم كويس جدا، مم. 4 اضعاف الوظيفه، وباربع 5 ساعات في اليوم وقت والتزام ومجهود مم. وتعليم وممارسه واستثمار. بيبدا ويتعلم ويدرس ويذاكر، وبعد كده بيبدا ان هو يطبق ده، فمع الوقت بيعمل نتائج. فاهم قصدي؟ فهمت. فدي نقطه مهمه جدا، ان انت موضوع استثمار وبزنس. تاني نقطه، لازم تفهم ان الموضوع في البدايه هيحصل معاه خسائر، ودي لازم تبقى نقطه واضحه للناس، لانه انت بتجرب شيء جديد، بس تجربته في فلوس. يعني مثلا هديك مثال بسيط قوي يوضح لك النقطه دي. انا لو شاري عربيه جديده، عربيه جديده، هات لي واحد في كوكب الكره الارضيه ما اشتراش عربيه جديده وخبطها. مم. مش هتلاقي، مش هتلاقي. اشمعنى؟ لانه اي شخص بيجيب عربيه جديده ولسه بيتعلم عليها السواقه، دي اول مره يسوق، فهمت. فلازم يخبط العربيه. اه. ده طبيعي. طب هل معناها انه كده العربيه دي لازم تتباع خلاص مع السلامه؟ اكيد لا. لا، خبطه بسيطه، خبطه بسيطه، خبطه بسيطه. مم. بس مع كل خبطه بيبني اكسبيرينس، بيبني خبره، بيبني ليرنينج او مفهوم اتعلمه. انا كان هنا ما ينفعش اعمل ده، انا كان في الحته ما ينفعش اكسر بالشكل ده، انا كان لازم ادي اشاره الاول، انا كان لازم اروح اشيك على مش عارف البطاريه الاول، على الكاوتش الاول. بيتكون اكسبيرينس. بعد فتره بقى تبص ليه بيسوح له جدا، وممكن ما كانش يشتري عربيه احلى ويشتري عربيه اقوى وافضل، وبعد فتره ما يخبطهاش، فتره سنين على فين وفين، عامل حادثه مثلا بسيطه. ليه؟ ما هو اتعلم خلاص. مم. فالتداول كده. الجيم، تروح الجيم في الاول، مع اول يومين 3 اسبوع 2 3 شهر، وجع في العضلات ومش قادر تقوم ومتبهدل. ليه؟ اكسبيرينس، لعبت غلط او اتمرنت غلط او مع المجهود في الاول، ده طبيعي. لكن في التداول نفس الفكره.
فانت فهمت. محتاج برضو في الاول هتمر بكام سلسله من الخسائر البسيطه. مش لو انت ماشي صح، مش بس الخسائر دي ما تخلكش ان انت توقف المجال، لان في نهايته حلوه، بدايته صعبه بس نهايته حلوه. لما تكون الخبره دي هتبدا انت تعمل فلوس كتير جدا. فالسؤال بقى اللي انا متوقع انك تساله عشان اجاوبه لك بالمره يعني، قول لي. اللي هو طب الخبره دي تتكون في قد ايه؟ الديبنس على كل واحد. يعني ايه؟ الشخص اللي بيدي ساعتين 3 في اليوم مش زي اللي بيدي 20 ساعه، اكيد كان طبعا. مجهود وتعليم وممارسه وتطبيق على الشرط، ويقعد يسمع سيشنز ومحاضرات ويطبق عملي. الشخص اللي اكيد بيشتغل بارت تايم مش زي الفول تايم. الشخص اللي بيأجل مش زي الشخص اللي بينجز، اللي بيقول لك طب انا هخلص كله بدري واعيد وازيد. يعني هي بترجع لكل واحد. طب هل ده معناه ان لازم كل الناس تسيب شغلها وتتفرغ؟ لا، انت ممكن تمشي بارت تايم واحده واحده 3 4 ساعات في اليوم اللي انت كنت بتخرجهم، تقعدهم مع اصحابك مش عارف ايه، تستثمرهم في هذا البيزنس. تبدا تتعلمه، تبدا تسمع سيشنز كتير فيهم، تبدا تمارس فيهم، واحده واحده الموضوع هيجي معاك. بس هي ات ويل تيك شويه تايم، زي اي ايه، زي اي بزنس. انا لو فتح مطعم او كافيه او صيدليه ما ينفعش بكره الصبح تجي فلوس، ولا حتى بعد شهر، ولا حتى بعد 6 شهور. انت تعرف ان في افريج او قاعده دايما في كل الكافيهات والمطاعم يقول لك انت لازم يبقى معاك مصاريف تشغيل 6 شهور. ده سنه كمان مش اه شهور. مينيمم، يعني اعمل حسابك ان 6 شهور انت بتصرف بس، واللي بيجي من الارباح بتصرفه تاني على المكان، لان بيحصل فيه شويه تلفيات وحاجات، فانت وشويه خبطات في الاول، فانت بتصرف على المكان. بعد كده في خلال سنه ل3 سنين لو انت جامد جدا هتبدا ترجع راس مالك. بعد 3 فهمت. 4 تبدا ارباحك، لو انت فظيع ده انت ما فيش ده منك حقيقي. اتنين. لكن لو انت شخص نورمال هتقول لك 4 5 سنين، ممكن ميبي 7 سنين ترجع في راس المال اللي انت حطيته في الصيدليه او المطعم او الكافيه. هتبدا بسم الله الرحمن الرحيم الارباح بعد 7 8 سنين، ده لو انت شغال كويس. فلازم التداول بقى ميزته ايه؟ انه مش هتستنى فيه 7 8 سنين عشان تعمل الارباح دي كلها. ايوه انت فهمت. ممكن من تاني سنه، من تالت سنه، من 6 شهور، من بعد 4 شهور، كل واحد حسب الوقت والمجهود اللي هيديه. فدي ميزته انه بيفتح لك باب انك تبدا بزنس بس بكوست ايه؟ قليله، والريفينيو او الارباح مش بعد فتره طويله. فدي بالنسبه لي يعني اقوى ميزه موجوده في الموضوع. فعشان كده انا نفسي المفاهيم تتصحح، ونفسي الناس يبقى عندها وعي بقوه المجال ده فعلا، وقد ايه هو فعلا مجال محترم وجدير الناس كلها تجربه بس بالشكل الصح. ونصلح المفاهيم ان هو انا مفيش حاجه اسمها التداول وهم، التداول حقيقي. مفيش حاجه اسمها التداول ده نصب، لا مش نصب. في حاجه اسمها ناس ما بتنجحش ما بتتوفقش عشان ما بتجتهدش، وفي حاجه اسمها ناس بتنجح وتتوفق عشان اجتهدت قليلين، وده طبيعه الحياه. مفيش حاجه اسمها مثلا ان في ناس بيضحك عليها فيه. في حاجه اسمها ان في ناس ما دورتش كويس على اصل المكان اللي بيبداوا معاه ومن الناس اللي وراه وايه الهيستوري بتاعهم والنجاحات اللي عملوها والارقام والاحصائيات، وفي ناس بتمشي ورا الكلام وخلاص. فلازم احنا يعني ايه، نوضح نفسر. المفاهيم سواء في التداول او في النتورك ماركتنج. خد بالك هو نفس الفكره برضو. ما ينفعش ابدا مع حد برضو بيقعد يتكلم كتير بس، بيقعد يتكلم كلام وخلاص. هو الواقع ايه، النجاحات ايه. وما ينفعش ابدا مع حد برضو، لان في ناس خد بالك برضو بيحصل معاها قفزه حظ في البيزنس وبتعمل فلوس كتير في وقت معين من مجال النتورك ماركتنج مثلا على سبيل المثال، او التريدينج بسبب مثلا في وقت معين السوق بيتحرك فيه بشكل معين، فهو واخد نفس الاتجاه وعمال بيعمل ارقام بريسك مش صح، ايا كان السبب. وفجاه يبدا يسوق لده. طب سؤال، هل انا امشي ورا ده؟ طب ما هو انت بتقول هو شخص ناجح وهيستوري وكل حاجه. لا، دور على الهيستوري الحقيقي اللي هو ايه؟ التطور. بعد ما ده حصل، السنه اللي حصل فيها الكلام ده، السنه اللي بعدها الشخص ده فين ومحقق ايه؟ اللي بعدها، اللي بعدها، اللي بعدها. ليه؟ لانه ممكن ابدا مع شخص عامل نجاحات بس كانت لفتره، ده مش معناه ان هو شاطر، مش معناه ان هو جدير ان انا ابدا معاه او اتعلم منه او اكون في المكان اللي هو فيه. ليه؟ لانه ممكن تيجي ضربه حظ بتحصل مع ناس كتير، ايوه. اجتهاد لفتره معينه وقف. لكن دايما مين الناس الناجحه؟ اللي بتتطور. يعني نوكيا في وقت ما كانت ناجحه مكسره الدنيا، هي فين النهارده؟ اختفت. طب الناس اللي كانت موجوده جوه الشركه دي او مستثمره فيها، ارباحها حصل فيها ايه؟ خسرت. فاهم؟ لكن تعالى بص النهارده على سامسونج، على ابل. هو كل سنه بيضيف جديد، هو كل سنه بيعمل طفره عن السنه اللي قبلها، هو كل سنه بياكل الماركت اكتر، هو كل سنه بيظهر بشكل اكتر، بيلمع اكتر، بيعمل اتشيفمنت جديد. فدي الناس اللي تمشي وراها. فبرضه عشان من ضمن الحاجات اللي أنا نفسي انها تتصح عند الناس، برضه انا مش بس ان انا اشوف مين الناس اللي همشي وراها تكون ناجحه، ده كمان ادقق اكتر في معدل نجاحاتهم. هم مستمرين ولا واقفين؟ هم بيتطوروا ولا خلاص كده؟ لانه لو ما اتطورش هيختفي وانا هخسر معاه. لكن لو هو بيتطور دايما هيكبر اكتر وانا هنجح اكتر معاه.
فدي بصراحه حاجه نقطه مهمه جدا. النقطه كمان المهمه اللي انا حابب انصح بيها الناس، انه يدور زي ما قلنا على هيئات رقابيه دايما. يعني سواء مثلا لو هو بيتعامل مع بروكرز في التريدينج، يدور على البروكرز اللي واخده هيئات رقابيه عاليه، سواء الهيئه الرقابيه البريطانيه الاف سي اي، او الامريكيه الاف تي سي، او مثلا الاسك الاستراليه، او السايسك الاوبروسيه. يعني في معايير، مش طبعا مش مكانه نتكلم في تفاصيلها يعني، بس في معايير الناس تدور عليها على الاماكن اللي هم بيبداوا فيها ترخيصها عشان يبقى ضامن ان فلوسه في مكان امين. يعني في ناس برضو كانت بتتكلم في النقطه دي، ان يقول لك اصل انا بخاف احط في بروكر يطلع انا مش ملموسه، مش قدامي، مش شايفها. ما هو البروكر ما هو الا بنك، لايك البنك عليه تراخيص وعليه ريجوليشنز، وفي بروكرز بتحفظ فلوس الناس بره فلوس الشركه، بتعمل حسابات بنكيه منفصله عشان لو الشركه حصل فيها مشاكل تبقى فلوس الناس في ودائع امنه في حسابات منفصله، تعرف تستردها في اي وقت لو حصل الشركه افلاس او لا قدر الله يعني. ففي برضه ريجوليشنز الناس كتير لازم تكون ايه، فاهمها ومدركاها وتقرا عنها. بص هسألك في الحتة دي، في ايه رأيك في دور ويكي اف اكس في الموضوع ده؟ لا بص بصراحة يعني ويكي اف اكس من اكتر الحاجات اللي بالنسبة لي التراستد اللي انا ببص فيها على البروكرز بتاعت التريدنج، لانه خد بالك من حاجة زي ما قلنا من شوية، انا ممكن اي حد يطلع يعمل اي حاجة، اي اوراق ومكتب وخلاص، عملنا شركة، عملنا اكاديمية، عملنا بتاع. بالظبط. الفكرة هنا بقى، انت مشكلة سوق الفوركس اصلا ان هو دي ميزته، يعني ميزته ان هو سوق لا مركزي، مفيش هيئة بعينها مشرفة عليه، ودي هي نفس العيب الصغير اللي موجود بالظبط. فيه، انه مفيش حد ترجع له تقول له قول لي ايه الدنيا او يعني. الحقني. الحق ايه الصح ايه الغلط ايه الوحش ايه الحلو، فاهم؟ مفيش. فبالتالي انت هنا بتلجأ ليه؟ بتلجأ لحاجات ريجوليتد او هيئات رقابيه بتحط قوانين وبتدي تصنيف. لو ما لقيتش الهيئات الرقابيه كما هو الحال في السوق بتاع الفوركس او في التداول، بترجع لايه هنا بقى؟ لاكتر هيئات تقييميه موثوقه. يعني ايه اكتر حاجات بتقيم، بس تكون بتقيم بجد، اللي هو يعني بتكون بتقيم عشان فعلا تفيد الناس، مش بتقيم عشان مثلا توجه رأي عام في حاجة معينة او تضر فلان او تفيد فلان. لا، حاجة بتكون فعلا اللي عندها مصداقية، عندها شفافية، بتقيم بمنتهى المصداقية وفتحها لك الكومنتس ان انت الناس تخش تعمل ريتنج كمان. فاكتر حد انا بشوف صراحة عنده الحتة دي في كل السوق ده هو ويكي اكس بصراحة. ليه؟ حلو جدا. لانه انت بتخش بتلاقي فيه ريفيو كامل. يعني انا لما بخش اشوف اي بروكر جوه ويكي فاكس بيجيب لي كل حاجه، لدرجه ان هو مش بس يعني سيبك من الريتنج ده له معايير كتير مش هنتكلم عنها هنا طبعا، لكن انا بتكلم في حته انه بيجيب لك هو منتشر في دول ايه، هو اكتر الناس اللي بتشتغل فيه من انهي دوله، الموظفين اللي جواه مين، اصحابه جنسيتهم ايه، هم مين، انفستيجيشن كامل. انفستيجيشن كامل عن كل حاجه، الكومنتس بتاعت الناس، عيوب البروكر ده ايه، والكومنتس ريتنج بتاعها ايه. واحد يقول لك انا مثلا حصل عندي عيب في 1 2 3، انا حصل عندي عيب في السحب، عيب في الايداع، عيب في الكاستمر سبورت، عيب في مش عارف ايه. بيجيب لك حتى التوقيتات بتاعت الاغلاق والفتح في الصفقات على السيرفرات بتاعت الشركه، يعني تقييم كامل لوضع هذا البروكر. فانت من اللي بتشوفه ده مش 100% صح، لان هو مش ريجوليشن، ما هوش هيئه رقابيه واخده تراخيص مش من الاف سي بيمونيتور اي، من جوه المطبخ. مش مونيتور من البنك الفيدرالي مثلا، بس هو بيديك الداتا اللي انت تقدر من خلالها تحكم يس اور نو، او لا. بالظبط. على الاقل بيفلتر لك بالظبط، الدنيا شويه. بيساعدك ان انت لو انت محتار ان انت تروح فين او تيجي منين او تبدا مع انهي بروكر او تبدا فين، لا هو على الاقل بيديك اوبشنز. والله انا شايف ان في من التقييمات اللي موجوده 1 2 3 4 كويسين، فدول انا مستقر عليهم اتليست، على الاقل حتى يعني لو في فرص ان يحصل مشاكل بيقلل المشاكل جدا. بالظبط. فدي بصراحه من اكتر الحاجات اللي انا بحبها بصراحه في ويكي اكس يعني. انت شايف ايه اللي ممكن ويكي اكس تزوده الفتره اللي جايه؟ والله بص، يعني اكيد مليار في المية لو في ابروفال من هيئة رقابية معينة ليها علاقة بالتراخيص الكبيرة زي الاف سي اي، زي الاسك، الحاجات دي هتفرق جدا. ان لو بقت ويكي فاكس معتمدة من الهيئات دي، احنا شغالين على فكره على الموضوع ده لوكالي كمان. ممتاز، ده ممتاز جدا. نشتغل على المينا ريجن ان احنا ناخد لايسنس لوكال، ونشتغل مع شركات اوراق ماليه زي مصريه مثلا او اردنيه او اماراتيه وهكذا. وفي نفس الوقت نبقى جهه رقابيه بتساعد اي بلد لوكالي، يعني ان احنا نفلتر الحاجات دي كلها. بص ده ممتاز جدا، ان ده لو حصل هيخلي التقييم اللي بيتقال على ويكي اكس او شكل الريتنج بتاع البروكرز كمان اقوى بكتير، لانه هيبقى من جهه معتمده غير لما يكون من جهه بتجمع الاراء. من جهه بتجمع الاراء بيديك مؤشر،
مم. فين الصح وفين الغلط وتمشي في الاتجاه. لكن هيئه معتمده لا، ده كلام تاني خالص. ما هو بالظبط كده، ده احنا كلام ممكن تاني نبقى خالص. دلوقتي ممكن نقول احنا جهة رقابية خاصة، بس احنا شغالين عن احنا نبقى معتمدين ولينا دي حقيقة. لايسنس زينا زي اي ريجوليشن. ممتاز. ده بصراحه اوبشن قوي جدا. كمان انا برضو لو في اوبشن تاني ان انتوا يبقى في زي ما نقول تقييم كامل للاكاديميات. انا بصراحه بقى في 7000 الف واحد شغالين بيطلع عليها. يعمل اكاديميه. مم. ده لو فعلا موجود، ان يبقى فيه هيستوري، يكون فيه شراكه معينه مع الاكاديميز دي بشكل معين، ان مم. يبقى فيه ريفيوهات معينه، او يبقى فيه شكل تقييم معين تعملوا ليهم. ده في ده الافراد كمان هيتعمل. او الافراد كمان. ده بص، ده هيساعد الناس ان هي ما تضحكش عليها بشكل كبير جدا، مم. لانه للاسف زي ما بقول لك مفيش حد حاكم الموضوع ده. واي حد بيطلع يتكلم الناس ماشي بتمشي وراه، لانه مش عارفين هو للاسف اللي بيقوله ده حقيقي ولا لا، مم. صح ولا غلط. مم. لان مش كل الناس بتعرف تعمل الفلتريشن اللي قلت لك عليه من شويه، مم. حته التقييم بتاع الشخص وعدد السنين وعدد النجاحات والارقام والاحصاء. مش كل الناس بتفكر بالطريقه دي. في ناس كتير لما بيتقال قدامها الحاجه خلاص تمام يلا يلا فري دن، مم. لكن مش بيبداوا ان هم يهدوا ويركزوا ويبداوا يحكموا عقلهم ويفلتروا ويشوفوا. لا، بيبداوا يجروا ورا الحاجه اللي ربحها سريع، مم. الحاجه اللي فيها كلمه فري، الحاجه اللي هي من هذا القبيل. فالناس مم. للاسف عند الكلمات دي بص تلاقيه ما بيقدرش يقف ويحكم الوضع. فلو في طبعا مليار في المية حاجة زي كده، أو تقييم أو ريجوليشن للأكاديميات أو لأي حد بيقدم خدمات جوه التدريب بشكل عام، مم. ده مليار في المية طبعا هيفرق جدا جدا. يعني أنا واحد من الناس أهو بقول لك أنا في الأكاديمي عندي إحنا أكيد نرحب بده جدا. لأنه أنا النهاردة لما أبقى عندي مؤشر إيجابي بيقول عليا إن أنا حد كويس، ده 100% في صالح الصالح العام للناس. انا واحد من الناس وبقول لك وجودي معاك النهارده بسبب كده. مم. انا حابب ان انا ابقى في مكان هو نوت ان ده مؤشر ان الشخص ده كويس، ان الشخص ده فعلا يستحق، الشخص ده بيعلم، الشخص ده ما بيضحكش على الناس. ده بالنسبه لي كويس. يعني انا وجودي النهارده مع ويكي في اكس في بودكاست زي ده بالنسبه لي شهاده اعتز بيها جدا. ربنا يكرمك، انت اللي فرحتني وجودي معاك والله يا اسامه بالحلقه دي. بصراحه يعني بره ربنا اي حاجه. يكرمك والله، ربنا يخليك. مبسوط ان انا كنت معاك النهارده، وان شاء الله نعمل شغل مع بعض احسن واحسن، اكيد وربنا طبعا. يوفقك في اللي جاي يا رب.